السلام عليكم. طبعا شبابنا، مثل ما وعدتكم هذا الفيديو اللي راح اشرح عنه شلون تتسوق من الصين تشتري اغراض، وراح نعطيك فكرة مال بيجات. الفكرة مو انه مثلا يعني شفت شي واحد ناشره عجبك ورحت تسوي مثله، هو هاي اهم شي يعني، بس لا، انا اعطيك طريقة افضل. هواي شباب او هواي بنات يبحثون عن شي يجذب الانتباه. يعني شلون؟ يعني مثلا انت اكو شي ببالك تدور، دائما هواي اكو اشياء هواي ببالنا ندورها وما نلاقيها، تدورها ببيجات او تدورها بالسوق ما تلاقيها. يعني مثل ما نقول الشغلات الغريبة، هذني الشغلات الغريبة هي هذني مفتاح الربح. شوف انت شنو اللي ببالك ما موجود هنا او تدور عليه ما انت تلاقيه بالطب، تسوي لك بيج اسم حلو. انا اساعدك اذا تريد بالاسم، انطيك الانستا مالي تراسلني عليه، انا انطيك يعني انطيك كل التفاصيل. حتى اذا تريد شعار للبيج اسوي لك، انا اساعدك بكل شيء. انت عليك فقط يعني تلاقي الفكرة، تشوف الفكرة مالتك شنو، انت شنو يعني. انت مثلا تقول لي انا اسوي ملابس اطفال، او مثلا انت تقول لي اريد اني ابيع جنط نسائية. ان كان انا دا احكي للبنية والولد، بس احكي بصفة ولد لان ما اعرف احكي بصفة بنية. اسمع كلام انت او انتي، انا دا احكي الصفة الاثنين، الولد او بنية. طبعا على انستا تراسلني، راح اخلي اليوزر مالي بالوصف. طب تراسلني تقول لي مثلا انا عندي كذا مشروع تنصحني بيه، انا اشوف فكرتك حلوة اساعدك شلون تسوي بيج. تأكيد البيج لازم ترويج، لازم تصوير حلو، اعلمك شلون تسوي مونتاج. انا انطيك كل شي، انا اعلمك على كل شي، وانت تبدي بعد تمشي وحدك. بس اهم شي لازم يكون عندك طموح. لازم ترى خذها قاعدة، الفكرة احتمال اول شهر ما تنجح، شهرين ما تنجح، هاي انت وشطارتك. بس انا دا احكي لك الشي اللي ماشي. يعني احتمال شهر او شهرين او 3 او 4 احتمال ما ينجح، احتمال ورا 6 اشهر يلا ينجح، احتمال ورا سنة يلا ينجح. فانت لازم تكافح، لازم تسعى ورا هدفك. انت شوف، هو راح يجيب نتيجة، بس احتمال مو نتيجة قوية بالبداية، بس لا، ان شاء الله انت بتعبك وبجهدك او بتعبك او بجهدك راح تجيب نتيجة كلش قوية، وراح تقدرون تشتغلون. احسن ما تضيع وقتك، احسن ما تضيع وقتك بريزات او تضيع وقتك. استغل تلفونك يا اخي، استغل تلفونك. انت تريد، انا حنطيك طريقتين. الطريقة الاولى انه انت تشتري وانت تبيع، والطريقة الثانية لا، اللي هي على طريقة تطبيق فتشي. تطبيق فتشي خلينا نشوف، عندي مثل ما عندي دقيقة فتشي. طبعا دمرون هالمطارات والله، كل شوي واحد عبر مني. تطبيق فتشي خلاص، التطبيق انه هذا عليه كل شيء. انت فقط تفتح التطبيق تسوي حساب بيه، هم عليهم منتجات، عندهم منتجات مسعريها. مثلا هذا الساعة شحن لاسلكي مسعرين كل شيء هم. انت عليك فقط تلاقي زبون تنشر، حاطي لك هم اصلا حيضيفوك بجروب. شوف هذا رابط المنتج، مصوري لك ومرتبي لك كل شيء. انت عليك بس تبيع، حاطي لك اسعار ايش قد. شوف سعر الزبون مقترح من 30 إلى 45 ألف، هذا الستاند. فاني انا دا اقول لك اكو طريقة اسمها الدروب شوبينج، اللي هو على الطلب. تشوف شنو العالم تنشر، وتشوف عالم شنو تطلب، تسوي له مثل حجز المسبق، وانت تجيب تشتري نص وتجيبه. الطريقة الثانية اللي هي هاي موجودة، يعني هم مشتريها وحاطيها بمخزن، ينطوك السعر انت تبيع وتعطيهم كل التفاصيل منها. ضرب السلة ضربتها بالسلة، بعدين نحذف هاي خصنتها. بعدين اتمام الشراء، السعر اللي انطيته الزبون ايش قد، مثلا خلينا نقول 18,000. تمام، اتمام الشراء. هنا يقول لك الربح مالك، سعر الزبون، السعر الاجمالي اللي هو بالجملة عليهم، الجملة عليك يعني. الربح اللي هو 3000 دينار،
سعر الزبون اللي هو 18. تمام الشراء تحط عنوان الزبون ورقمه وهيك شي وهاي، وهم يتكفلون كل شي بعد. اما الطريقة الثانية قلت لك، اما تسوي مثل الدروب شوبينج، تنشر الصور المنتجات، تروح تاخذها من شين، هذا شين تاخذها مثلا هذا تنشره وتنشر سعره، وتسوي العالم عندك حجز مسبق، وانت تروح تشتري من الصين. انا اعلمك شلون تشتري من الصين، تروح تراسلني انا اقول لك شلون تاخذه، اعلمك شلون تشتري. المهم اشتريته كملته تروح توديه العالم. اما الطريقة الثالثة لا، لو تقول انا مثلا ما يخالف انا عندي محل او شيء اريد اسوقهن، تروح تسوقهن، اعلمك شلون تسوقهن، تصل يمك الباب بيتك خلاص، هنا انتهى كل شيء. فيعني شنو ببالك؟ هذا التطبيق اللي هو شين، كل شيء ببالك موجود بيه، رجالي نسائي كل شيء موجود بيه، كل منتجات حتى العاب كل شيء موجود بيه، كل شيء موجود بيه، ما باقي شيء موجود بيه. تريد تخصيص لك هذا العروض، في يعني منسوجات منزلية، يعني أشياء هواية. أهم شي ما تقعد، أي طريقة تحب تبدي بيها ابدي بيها، بس أهم شي لا تقعد. وخذ قاعدة، ترى ماكو شي يجي بالهين، ماكو شي يجي بالهين. على سعر التوصيل، سعر التوصيل راح أعطيكم اني طبعا من تراسل انه هاي اعلمك على التفاصيل، هاي خليك تعرف ايش قد سعر القطعة، وبش توصلك للباب اللي بيت توصلك. انت عليك بس انطيك اني اعلمك على التفاصيل كلهن، انا انطيك الفكرة وانت تطبق، وهيك انت يرتاح بالك وانا يرتاح بالي. ابدي اشتغل وتعب على نفسك، ويا رب فادك الفيديو ولو بشي، بس نصيحة يعني، ترى الشغلة مو صعبة ابد، مو صعبة، هي بداية النجاح صعوبة. ماكو واحد انت تاكل وتنام يقول لك تعال اشتغل يمي وانطيك راتب، واذا اشتغلت يمي حيطيح حظك. فانت اشتغل بنفسك وكبر نفسك بنفسك، ودائما خليك يعني دائما خلي اقل طموح عندك انت ورست شهور انت واصل، هذا اقل شيء يعني. اذا تفكر بيك احتمال السن يلا تنجح، لان اكو ناس هواي ظلت تشتغل السن يلا نجحت. ويا رب اتمنى عجبك الفيديو وفادك ولو بشوية. ولا تنسى انا دائما حنشر هالفيديوهات، وراح اظل انشر لحد ما ينجحون اكثر عدد من الشباب. وحتى اذا ببالك يعني هسه حتى لو ببالك تسوي قناة على اليوتيوب او هيك شي، ببالك تصير يوتيوبر او هيك شي، فانا حشرح عنه بالفيديوهات الثانية شلون راح اساعدك تصير يوتيوبر، وباشياء بسيطة بس بدون ما صح عن قناة المساعدة، بس انا عندي تجارب عنها اقدر اعلمك وانطيك من تجاربي حتى انت تتخطى هالسوالف وتصعد بسرعة ان شاء الله.